السلام عليكم، اهلا يا شباب. مباراة انبي والزمالك في الدوري العام 2023-2024. طبعا ناس كتير جدا مستنيين المباراة دي، خاصة بعد ان الماتش اللي فات لانبي، باعتبار ان انبي النهارده صاحب الارض والجمهور. الماتش اللي فات لانبي، الماتش اللي فات ده انبي كسب فيه. قدر فريق انبي يحقق فوز في الماتش الاخير له، وقدر فريق الزمالك يحقق فوز باداء بعرض قدام نادي سموحه بنتيجه 5-1. وناس كتير جدا عايزين يشوفوا الزمالك النهارده هيكون اداؤه عامل ازاي وريتمه عامل ازاي، وهيقابل انبي ازاي، وانبي هيقابل الهجوم او الطوفان الزملكاوي ده ازاي. لكن دعونا نرحب الاول بعوده محمد عواد، اللي انا واحد من الناس مقتنع ان محمد عواد احسن حارس مرمى في جمهوريه مصر العربيه. محمد عواد من اللاعبين او الحراس اللي لما بيكون واقف في المرمى انا بكون مطمن جدا، سواء على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات. انا شايف ان محمد عواد احسن حارس مرمى في جمهوريه مصر العربيه. كما دعونا نرحب بعودة محمود علاء، إلا إن أنا عندي تحفظ على محمود علاء جنب محمد عبد الغني. أنا شايف إن محمود علاء بيلعب ستوبر يمين ومحمد عبد الغني بيلعب ستوبر يمين. أنا شايف إن الاثنين مكان واحد. كان وجهة نظري إن لو محمود علاء جنب حسام عبد المجيد أفضل، يعني أنا شايف إن دول أفضل. وشايف برضو إن دخول المسلوسي لجوه في لاعب الارتكاز، زائد إن الزناري موجود، أنا شايف إن كان أدائهم حلو. ليه لما يكون عندي رتم الخط ده كويس جدا، ليه انا بهده وابنيه من جديد؟ انا عندي الخط ده بيأدي وبيلعب وبيشتغل وبيعمل شغل كويس جدا، ليه انا هده وابنيه من جديد؟ المهم تبدا المباراه بين الفريقين. مش هنقول مرحله جس نبض، هنقول ان هي الزمالك بيستحوذ على الكوره، بيعمل عده نقلات، بيحاول يخترق بيها دفاع انبي في الدقيقه الخامسه. عندي ملحوظه في الدقيقه 5 دي، ملحوظه مهمه جدا. يعني انا شايف ان هي تيبيكال او كوبي وباست من الهدف الاول اللي احرزه نادي الزمالك في سموحه الماتش اللي فات. هي كوره اتنقلت من خط النص ناحيه اليمين لشيكابالا، شيكابالا وهو على الواقف بهدوء جدا استلم، طلع عمر جابر، عمل عرضيه، مصطفى شلبي حط منها جول. اتعملت النهارده كوبي بالملي، الا ان العرضيه لم تكن منضبطه زيها زي اللي كانت موجوده في ماتش سموحه. طيب ايه الملحوظه دي او ايه التعليق اللي انت عايز تقوله؟ انا عايز اقول ان الناس دي متمرنه على عده النقلات دي، ان هو بيلعب كوره ناحيه اليمين، اليمين بيطلع الهاف اللي جاي من ورا او لعيب خط النص اللي بيكمل معاه من ورا علشان يعمل عرضيه يقابلها المهاجم او الجناح اللي داخل جوه منطقه الجزاء عشان يعمل زياده عدديه، اللي هي فرصه وجمله متفقين عليها ازاي يخترق بيها خط الدفاع ويجيب منها جول. وحصلت معاهم بالفعل وقدر يجيب منها جون في ماتش سموحه، الا ان النهارده لم تكن منضبطه وما اتعملتش تاني في المباراه، وما اتعملتش نظرا لحسن التنظيم الدفاعي اللي كان تقريبا بال 11 لعيب انبي في نص ملعبهم. نادي الزمالك لما تيجي فرصه اقولها لحضراتكم، عمر جابر يلعبها ناحيه اليمين، ادي ال1 2 حلوه من الزمالك، تتلعب الكره العرضيه، لا 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 لا، تتلعب العرضيه ياخدها فيرست تايم وكانه لاعب تايكوندو. بص الكره دي تتلعب على القائم البعيد، جاي مستخبي في الارض. هنا ال1، بص ال2، اتفرج على ال2، الثالثه كروس عرضي من عمر جابر باسيست فينش رائع من الى شيكا، انطلاقه من شيكا ويدخل شيكا، حطها حلوه المسلوسي عاليه والرأسيه لكن على حدود منطقه الجزاء، يغير اللعب هناك الى شيكا، انطلاقه من شيكا ويدخل شيكا، حطها حلوه المسلوسي عاليه. بس كانوا مضيقين المساحات جدا على لعيبه الزمالك، الزمالك ما قدرش يخترقها، وكانوا واقفين بشكل كويس جدا وبيلعبوا على الهجمات المرتده. فالبدايه هاديه جدا من نادي الزمالك، وبيقابلها تحفظ ودفاع محكم جدا من نادي انبي. في بعض المناوشات بتيجي من ناحيه نادي الزمالك او من ناحيه نادي انبي بس على فترات متباعده. فنيجي نلاقي مثلا في الدقيقه 6 في كوره جت لشيكابالا عرضيه وصلت له داخل منطقه الجزاء، اللي موه فيها تمويهه صغيره ويشوط ناحيه او في اتجاه الجون، الا انها تخبط في اجساد المدافعين وتخرج لخارج الملعب. من بدايه الدقيقه العاشره كده بدا احمد فتوح يتقدم شويه لنص الملعب ويعمل سروهات طوليه ما بين الاثنين المدافعين او المدافع والباك اليمين. عملها مره ما بين الاثنين مدافعين طوليه لشيكابالا، شيكابالا لم يحسن استلامها، ما قدرش يستلمها وهربت منه وراحت لحارس المرمى عبد العزيز البلعوطي. اتعملت كذا مره لشلبي واتعملت كذا مره لزيزو على مدار الشوط الاول كله، الا ان لم
تصل او لم ترسل الكوره بالشكل السليم للعيب اللي جاي من تحت لقدام علشان يستلم من ورا المدافعين او من بين الاثنين مدافعين ويخطفهم ويروح على الجون. ولكن في اواخر الشوط الاولاني اتعملت من فتوح في مساحه ضيقه لمصطفى شلبي برضه طوليه ما بين الاثنين مدافعين او الباك اليمين عامه والستوبر او لعيب الارتكاز اللي جنب منه، وخدها مصطفى شلبي وراح على الجون، بس حطها خارج الثلاث خشبات، يعني حطها على شمال البلعوطي خارج الثلاث خشبات. اهم ما كان بيميز الشوط الاولاني كمان ان انت عندك من الدقيقه 13 للدقيقه 20 تقريبا 7 دقائق متواصلين صوت الجمهور بيرج الملعب. صوت الجمهور حاجه ولا اجمل ولا اروع من كده، بيرددوا عبارات وشعارات كلها مسانده للشعب الفلسطيني وللقضيه الفلسطينيه. 7 دقائق صوت الجمهور كان حاجه ولا اجمل ولا اروع من كده، مسانده جميله، وطبعا فلسطين في قلبنا وفلسطين في دمنا. في اخر الدقيقه 13 بقى في الشوط الاولاني بتيجي كوره هجمه مرتده بتنظم من ناحيه فريق انبي، بتوصل لكابو اللي هو بيقدر يوصل بيها لحد محمد عواد، او بياخدها بيخش منطقه الجزاء، بيطلع عليه محمد عواد يقفل عليه الزاويه ويضيع انفراد مهم جدا 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 لنادي انبي. يعني فرصه هدف مؤكده بتضيع على نادي انبي من انفراد، قدر يعني يحفظ او يحافظ على شباكه النجم المتألق محمد عواد، ويستمر نفس الريتم زي ما هو عليه. انبي يستخلص الكوره ينظم هجمه مرتده، وفي الدقيقه 23 بالفعل استخلصوا الكوره من نص الملعب، قدروا ينظموا هجمه من 3-4 نقلات تروح للاعب رقم 6 تقريبا قدام منطقه الجزاء اللي بيشوطها ناحيه الجون، تخبط في مدافع الزمالك وتغير اتجاهها تروح في الزاويه البعيده على يمين محمد عواد، محرزين الهدف الاول لنادي انبي. وده نتيجه الضغط لاستخلاص الكوره والنقلات السريعه، وان لاعيبه انبي واخده المباراه على محمل الجد جدا. بيرجع الزمالك للمباراه تاني، ولكن عن طريق ضربه جزاء لاحمد سيد زيزو. بيحاول يستلمها احمد سيد زيزو داخل منطقه الجزاء ويستحوذ عليها، الا ان المدافع وهو بيشيلها بيشوط رجل احمد السيد زيزو. لم يتردد الحكم في احتساب ضربه جزاء للزمالك، حتى ما شفناش تدخل للفي اي ار. لم يتردد الحكم في احتساب ضربه جزاء في الدقيقه 28 اللي بيحرز منها احمد سيد زيزو هدف التعادل على شمال البلعوطي. الفتره البسيطه اللي اتقدم فيها انبي وكان الزمالك متاخر فيها بهدف، كان اهم ما بيميز الفتره دي هو جمهور الزمالك. جمهور الزمالك اللي كان قاعد مطمن جدا ان الزمالك هيتعادل، ان فرقته هتقدر تعود للقاء وتتعادل. دي كانت حاله لعيبه الزمالك بصراحه من الماتشين اللي فاتوا، سواء ماتش البنك الاهلي او سواء ماتش سموحه او ماتش ارتا سولار كمان، قدروا يوصلوا ان جمهورهم يكون مطمن حتى لو اتاخروا بهدف واثنين. في الدقيقه 31 في كوره من ناحيه اليمين بالنسبه لفريق انبي، اللعيب رقم 6 بيحاول يطلعها من على الخط وبيطلع بيها لقدام، احمد سيد زيزو بيعمل عليه تاكلين قوي جدا جدا جدا، الحكم بيحسبها فاول. لكن انا من وجهه نظري هي علشان العنف والتدخل اللي كان بالشكل ده، انا كان في انذار المفروض معاها، بس الحكم ما حسبش انذار، هو اكتفى باحتساب الفاول. انا وجهه نظري ان في انذار لاحمد سيد زيزو. وبيستمر رتم اللقاء، محاولات الكرات الطوليه من احمد فتوح من ورا للعيبه اللي جايه من سواء مصطفى شلبي او احمد سيد زيزو او شيكابالا او اوباما علشان يخترقوا بقى خط الدفاع. تكتل دفاعي منظم جدا من انبي، محاولات للاختراق، الا ان كانت صعبه جدا. صعبه بسبب ان كان ال10 لعيبه بتوع انبي اللي متراجعين لورا ومنظمين خطوطهم ودفاعهم في الجزء اللي هو قدام منطقه الجزاء، اخر 45 يارده قدام منطقه الجزاء، كان بيبقى متواجد في المنطقه دي من لعيبه الزمالك تقريبا من 4 ل5 لعيبه، اللي هو اوباما وسيد زيزو وشلبي وشيكابالا بكتير بينضم ليهم سواء فتوح سواء عمر جابر في بعض الاحيان. فكان عدد لعيبه الزمالك في وسط ال10 لعيبه اللي متكتلين في ال45 يارده دول قليل جدا ان انت تقدر تخترقهم بالعدد ده. علشان كده الزمالك كان بيلجأ للكور الطوليه اللي جايه من ورا بتاعه احمد فتوح، الا ان برضه لم يحسن استغلالها. وبينتهي الشوط الاول مع انذار لمحمد حامد اللاعب رقم 5 من نادي انبي، اثر عرقلته لاحمد سيد زيزو اللي كان واخد كوره في مرتده بقى للزمالك، وكان رايح تقريبا شبه انفراد ناحيه الجون، بس كان من بعيد شويه عن منطقه الجزاء. وزي ما انتهى الشوط الاولاني بدا الشوط الثاني على مستوى الزمالك برضه بيحاول يستحوذ على الكوره وبيقابل نادي انبي وبيضغط على نادي انبي من قدام. نادي انبي بيحاول يستخلص الكوره ويعمل مرتدات. حتى على مستوى الجماهير
زي ما انتهى الشوط الاولاني بدأ الشوط الثاني، هتافات مناصرة لفلسطين والقضية الفلسطينية، وهتافات ضد اسرائيل لحد الدقيقة 51. دونجا بيعرقل لاعب انبي اللي كان رايح ناحية منطقة جزاء نادي الزمالك، فبتتحسب ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، ودونجا بيحصل على انذار، وبتتلعب وبتتنفذ بشكل كويس في اتجاه المرمى، لكنها خارج الثلاث خشبات، ما بيتدخلش فيها عواد ولا اي حد من المدافعين. وفي الدقيقة 54 اثر ثرو باص من فتوح ارضية لشيكابالا داخل منطقة الجزاء ما بين الاثنين مدافعين، بيروح شيكابالا عليها بيتحرك لها كويس جدا، بيحاول يطلعها المدافع تخبط في ركبة شيكابالا وتروح ناحية الجون، الا ان البلعوطي بيقدر يمسكها. في اواخر الدقيقة 60 بيتدخل الكابتن تامر مصطفى بتغييرين لفريق انبي، من ضمنهم حواش ناحية الشمال، ونقدر نقول من ساعة ما نزل حواش والجبهة الشمال لانبي اللي هي اليمين للزمالك اصبحت جبهة مشتعلة نار. اتعمل منها في خلال دقيقة واحدة بس عرضيتين، احدهم رفيق كبو فشل في احراز الهدف الثاني لفريق انبي. فالجبهه الشمال اشتغل كويس جدا 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 لانبي، واتعمل منها عده هجمات وعده عرضيات اثرت كتير جدا 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 على فريق ودفاع نادي الزمالك. وهنا بيتدخل الجمهور الواعي جدا، جمهور نادي الزمالك، وبيبدا ينادي على فريق الزمالك وبيبدا ينادي على لعيبته علشان يفوقهم ويصحصحهم كده شويه. وبالفعل الزمالك بيكثف لعبته وبيكثف تواجده قدام منطقه جزاء انبي في محاوله لاختراق دفاعات نادي انبي، وهجمه ثالثه من ناحيه الشمال من ناحيه حواش بتتلعب عرضيه بيقابلها اوفا مباشره وسط غياب دفاعي تماما، بيحطها جنب القائم اليمين لعواد دون تدخل من اي حد من المدافعين بالنسبه لفريق نادي الزمالك. ده معناه ان الجبهه الشمال اشتغلت كويس جدا، بدليل ان 3-4 هجمات ورا بعض في خلال 3-4 دقائق، يعني ما بياخدوش وقت. وبتيجي الدقيقه 68 كمان نص ملعب انبي بيتقدم وبيتشاط قذيفه على محمد عواد في الدقيقه 68 بينقذها ببراعه. الفرص المؤكده او الشبه مؤكده لانبي واللي اتلعبت عليه وكانت اختبارات حقيقيه له، عواد نجح فيها بنسبه 10/10. ولكن القذيفه اللي اتشاطت على عواد وانقذها دي وحولها لركنيه تاتي بها الرياح بما لا تشتهي السفن، فيتلعب الركنيه توصل لاوفا يحرز منها الهدف الثاني على الزاويه العكسيه اللي هي شمال محمد عواد، واللي هي يعني الكره اتلعبت من ناحيه الشمال بالنسبه لانبي، اتلعبت عرضيه قابلها اوفا حطها في الزاويه العكسيه لمحمد عواد اللي هي على شماله، تمام، احرز منها الهدف الثاني والتقدم لانبي. فانبي قدر يسيطر على مجريات الامور ويمشي المباراه بالشكل اللي يعجبه. يعني هو مقفل ورا، هو تقريبا كان بيلعب ب5-4-1، مقفل ورا ومضيق المساحات جدا ومقفل الجبهات للزمالك جدا جدا جدا. وكمان لما بيمتلك الكوره ويروح بيها في الكونتر اتاك بيقدر يستحوذ على نص الملعب ليستفيق اسوريو ويتدخل ب3 تغييرات، ينزل ابراهيم انداي وينزل مصطفى الزناري وسيف الجزيري بدلا من اوباما وشيكابالا ومحمود علاء. اللي على المستوى الشخصي انا شايف ان التغييرات كانت غير مناسبه جدا لفريق نادي الزمالك، الا اذا كان في الامر شيء، بس هم فعلا ما ضافوش حاجه للزمالك، بل بالعكس نزولهم ولا غير من شكل الزمالك ولا غير من طريقه اللعب ولا غير من ان هو مثلا قدر يخترق جبهه من الجبهات او قدر يخترق العمق بالنسبه للتكتل الدفاعي لفريق انبي، بل بالعكس اتت الرياح في الدقيقه 79 انفراد تام بعواد وداخل منطقه الجزاء بيقدر ينقذ الزمالك من هدف ثالث لانبي في منطقه ال6 ياردة على مسافه ياردتين 3، يعني هي الكوره ملعوبه عليه من مسافه ياردتين 3، ولكن عواد بيقدر فعلا يوصل للكوره ما شاء الله عليه تبارك الله، من الحراس الجيدين والمميزين يعني، فبيقدر ينقذ الزمالك من الهدف الثالث. وفي نفس الدقيقه 79 كوره برضه بتتلعب طوليه لاوفا او اوفا زي ما بيقولوا، بيقدر ينقذها المسلوسي وبيحط جسمه عشان ياخد الكوره ويلف بيها ويطلع بيها من جوه منطقه الجزاء، الا ان اوفا بيتدخل عليه بعد ما بيلعب الكوره بعنف، وبالتالي بيحصل على انذار من قبل حكم المباراه. الحكم بيحسب 6 دقايق وقت بدل ضايع، الزمالك ما بيحاولش يستغل لا الوقت اللي كان فاضل في المباراه اللي هو تقريبا كان 12 دقيقه او 11 دقيقه زائد ال6 دقايق وقت بدل ضايع. اسوريو اتدخل بنزول سيد نيمار
ان هو محاوله لتنشيط الجبهه الشمال مكان مصطفى شلبي، ولكن برضه دون اي فعاليه، دون اي خطوره، دون اي جديد في نادي الزمالك. فنقدر نقول ملخص للمباراه وملخص لاداء نادي الزمالك ان الزمالك بيفشل في اختراق الحصون البطوليه. حظ موفق للكابتن تامر مصطفى، قدر يفوز بالمباراه وقدر يعمل ماتش حلو جدا ينول عليه احترام الناس كلها جميعا، وهارد لك للزملكاويه. وسوء حظ للزمالك، بس هو مش سوء حظ على قدر ما هو اصرار على فلسفه غريبه الشكل والمنطق. حتى احنا في اول الفيديو هنا اتكلمنا على ان احنا عندنا خط دفاع ثابت وناجح، وفي تفاهم وتناغم بين اللعيبه، السناري، المسلوسي، جنب منه محمد عبد الغني، بعد كده فتوح. وفتوح اصلا له ادوار تانية، اللي هو بيخش في نص الملعب بيعمل زياده عدديه عشان يقلب طريقه اللعب في بعض الاوقات. اسوريو ما بيغيرش من فكره، ما بيغيرش من اسلوبه، ما بيسمعش لحد. هو اسوريو مصر على ان كل ماتش يعمل روتيشن وينزل لعيبه جديده. ما فيش عارف، ما فيش حد بيقول له ان اللعيبه دي لازم تكون متفاهمه مع بعض. ما فيش حد بيقول له ان محمد عبد الغني بيلعب في مكان غير مكانه، هو مدافع ولكن مش ناحيه شمال. تقريبا اسوريو كل ده لسه بيجرب، تقريبا اسوريو كل ده لسه بيكتشف لعيبه نادي الزمالك. ودي حاجه بصراحه مش حلوه لفريق بيحاول ينافس على البطوله. الزمالك برضه السنه دي خارج البطولات، خارج المنافسه. الزمالك تقريبا في افريقيا بالفلسفه دي هيطلع من دور المجموعات، مش هيكمل اكتر من كده. هو كان هيطلع قدام ارض اسوار، ولكن ما تستنوش من الزمالك حاجه علشان الجماهير ما تتعبش نفسيا. المستوى والاداء والفلسفه بتاعه نادي الزمالك ولاعيبته ما تستنوش منها اي جديد في كره القدم بصراحه يعني.